كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة 5 أيام عقب انتهاء معسكر مباراة القمة والتأكد من عدم إقامة المباراة، ويتفق مع اللاعبين على العودة للتدريبات 17 مارس الجاري. بعض الأندية تطالب بإلغاء مسابقة الدوري الموسم الحالي ومنح بيراميدز اللقب طالما يريد المسؤولين ذلك بشرط إلغاء الهبوط. غضب كبير في مجلس إدارة الأهلي من وزير الرياضة بسبب تهديداته الغير مباشرة للنادي بحل المجلس على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهاماته الغير مباشرة أيضا للنادي بإهدار المال العام. وزير الرياضة يحاول عقد اجتماع بين الخطيب وهنا بوريدة ورئيس اتحاد الكرة وكافة أطراف أزمة مباراة القمة لحل الأزمة وإنقاذ بطولة الدوري من الإلغاء. لاعبي الأهلي يدعمون قرار مجلس الإدارة ويشكرون جماهيرهم على حرصهم على الحضور في مواجهة القمة رغم قرار النادي. سقوط بيراميدز في فخ التعادل يجعله أكثر تمسكا بتطبيق اللائحة على الأهلي وعدم تحديد موعد جديد لمباراة القمة. الأهلي يدرس إقامة معسكر خارجي للفريق الفترة القادمة وخوض عدة مباريات ودية لإعداد الفريق لبطولة كأس العالم للأندية بشكل جيد حل الانسحاب بشكل رسمي من بطولة الدوري. الأهلي يخطط لحل رابطة الأندية وإبعاد بعض الأسماء بعينها من لجنة المسابقات مثل رئيس اللجنة الحالي المثير للجدل والذي يجري قرعة بطولة الدوري فجرا وفي الخفاء. سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي يؤكد أن موقف النادي الأهلي لم ولن يتغير، وأنه لا يوجد أي نية للتراجع عن قرار النادي، وأنه لو أراد الاتحاد والرابطة استكمال الأهلي بطولة الدوري عليهم تحديد موعد جديد للقمة وإقامتها بحكام أجانب. الزمالك يستغل تعثر بيراميدز في الدوري لتحفيز لاعبيه للعودة للمنافسة على بطولة الدوري ظنا منهم أن البطولة ستستكمل. نقابة الإعلاميين تعلن إيقاف إيهاب الكومي مقدم برنامج الماتش وإحالته للتحقيق بعد كشف الحقيقة والتدليس الواضح والتوجه الواضح لمنح بيراميدز لقب الدوري. محمود متولي يغيب عن الاتحاد السكندري لمدة شهر كامل بسبب تعرضه لكسر في مشط القدم.